أبدا. في المولد النبوي الشريف ما ينفعش نعدي كده من غير ما نتكلم على نبي الله عز وجل ونبي هذه الأمة، لكن الواحد احتار يتكلم على ايه، بس ما لقيتش افضل واعظم من الموقف الجميل ده. عبد الله بن مسعود كان قاعد في يوم من الايام فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي يا عبد الله ما تيسر من القرآن الكريم. فتعجب عبد الله بن مسعود: يا نبي الله، أقرأ عليك القرآن وعليك نزل؟ يعني أنا هقرأ القرآن وأنت أعلم به مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ عبد الله بن مسعود يقرأ في القرآن الكريم في سورة النساء حتى وصل للآية اللي بتقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. سكت عبد الله بن مسعود، فبكي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية بكاء شديدا وحزن قلبه. فتعجب عبد الله بن مسعود، وبعد كده عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حابب يقرأ من القرآن الكريم علشان الآية دي بالتحديد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الشهيد على أمة سيدنا إبراهيم وهو سيدنا إبراهيم، الشهيد على أمة سيدنا عيسى هو سيدنا عيسى، وهكذا. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هيكون شهيد علينا. ثم مرت الأيام وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن الكريم. يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم مع الصحابة حتى وصل لقول سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. حتى وصل لقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الصحابة: ثم نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تفيض من الدموع، ثم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة البكاء، ثم ردد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم خايف علينا، مش عايز يبقى زي سيدنا عيسى أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا نوح، عايز يكون رؤوف ورحيم بينا لأنه بيحب أمته قوي. الآيات دي فضلت مأثرة في النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الحزن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يقرر الله عز وجل يكلم سيدنا محمد بنفسه عشان يعرف ايه اللي مخلي سيدنا محمد حزين قوي كده. ثم قال: يا جبريل اذهب لمحمد وقل له ما يبكيك. وقال له: يا جبريل إني أخاف على أمتي، لا يريد أن يرى أمته إلا في الجنة معه، مش عايزهم يكونوا في النار. ثم قال الله عز وجل لجبريل: اذهب يا جبريل وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ونعطيك ما تطلبه، اللي انت عايزه يا محمد هعمله لك حتى يطمئن قلبك، لان انا عارف انت بتحب امتك قد ايه. شوف قد ايه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على امته، وشوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لسيدنا محمد علشان حب سيدنا محمد لامته. علشان كده صديقي العزيز، واحنا بنصلي واحنا في التحيات بنقول ايه؟ اللهم رب آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. المقام المحمود ده يا صديقي العزيز المكان اللي هيكون فيه باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم انه يشفع لأمته امام الله عز وجل، وانه يطلب من الله عز وجل انه يكفر الذنوب لأمته يوم القيامة. الناس كلها يا صديقي العزيز بتقول نفسي نفسي، الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول امتي امتي. شفت قد ايه يا صديقي العزيز النبي صلى الله عليه وسلم بيحب امته؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه خايف على امته وبيفضل يدعي يقول امتي امتي؟ وانت كده عارف ان اي نبي له دعوة لا ترد، لهم دعوة على امتهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فضل محتفظ بالدعوة علشان الموقف ده. أنا اخترت الموقف ده بالذات يا صديقي العزيز عشان أقول لك مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فهل إحنا بنعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيه؟ فهل أنت صديقي العزيز وفرت الوقت لنفسك علشان تصلي على النبي، أو علشان تعمل بسنة النبي، أو علشان تدافع عن النبي، ناوي ترجع لربنا سبحانه وتعالى اللي هو الوحيد اللي قادر يغفر لك وقادر يكرمك؟ فيا صديقي بلاش تتبع وساوس الشيطان وقاوم الشيطان، واتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا ملناش غير بركة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال وحب النبي صلى الله عليه وسلم لينا، وجمال ورحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. في نهاية الفيديو ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مش النهاردة بس، لا، في كل الأحوال. بس شكرا.